هلا، اليوم مقتحمين مكتب أختي وجبت مجموعة كتب. جبنا كل أزرق السماء. أنا وأختي رح نعمل قراءة مشتركة بالكتاب. وفي هون كتابين جبت لهم إياها هدية. طبعا هي ما بتعرف عناوينهم، رح أغلفهم الحين. يعني هو أنا غلفتهم عشان ما تشوف العناوين، بس إنه حزينهم. وفي هذا الفواصل جبتهم من مكان التدريب كنوع من أنواع الدعم، فحبيت أفرجيكوا إياهم. وبدي أعطي واحد منهم لأختي. يا بدك أي فاصل حابة تاخدي لإلك؟ شو ما كان عادي، مش رح أزعل. هذا تمام. خلص. أختي اختارت هذا الفاصل وهدول رح يضلوا إلي. يا. الحين بدي أزين هدول، وبس أزينهم بفرجيكم النتيجة. حلو، كيوت وناعم. عن جد هاي عاملة تزيين لحالها. مرحبا يا حلوين، جبت كاسة الآيس كوفي، واليوم رح نبدأ في كتاب كل أزرق السماء. الصبح قرأت هيك كم صفحة. طبعا الأحفاد هم يجوا عنا اليوم، فمش عارف كم رح أقرأ، لكن رح أشارك معكم في فلوق قراءتي كل أزرق السماء. وعندنا هاد كلام ماركر، أو مش ماركر، هايلايتر. خلي هو هايلايتر هيك كذا محدد فيه. وهون بحط الاقتباسات. مرحبا أصدقائي، اليوم هو 3 الشهر، ووصلت تقريبا 133 في نصف الفصل السابع حاليا. كنت عم بتغدى وطلعت الكيت سكر نايمة هون. طبعا صارلها كم يوم عند البيطري، لأنه عملت عملية تعقيم وفتحت غرزة وهيك، صارلها أسبوع عند الدكتور. لسه محل الغرزة اللي فتحتها موجود، بس هو حاليا شال الغرز. طبعا نايمة الأخت. أول مرة بروح على مطعم. تاخذ أم جبت الآيس كوفي الخاص بي بتاعي، وعم بفكر أحضر فيديو ريد ويز مي مع واحدة مدته 45 دقيقة، وأقعد أقرأ معها. شايف قراءتي منيحة في كل أزرق السماء، بس دامني فتحت اللابتوب عشان درست منه، حكيت ليش ما أقرأ كتابي وأنا بحضر فيديو ريد ويز مي أو أقرأ مع حد. فبس والله مشان هيك. كنت عم بقرأ في هون إنه كانت جوانا بترسم في طيور الفلامينغو، فبتحكي إنه رسمة طيور الفلامينغو، بس إنه هون شوفوا، بس إنه الرسمة طلعت مزيج بين هيك هجين من الزرافات والطيور. فذكرت حبات الكروموسوم اللي رسمتهم قبل يومين. صباح الخير، اليوم 9/10 وصلت هون. طبعا شاركت معكم في لقطات سابقة وأنا بقرأ. كنت قرأت في الباص، قرأت في المؤسسة، وهاي رجعنا نقرأ في البيت. بس مش بيعني إنه ما قرأتش في البيت، لأ قرأت، بس إنه يعني هيك حبيت أشارك معكم أجواء قراءتي للكتاب. ويا أهلا أصدقائي. أول إشي عملت هون تنسيق، وصرت تقريبا في 620، يعني بآخر الصفحات ضايلي 50 صفحة هيك إشي. راح أقرأهم على جلستين. راح أقعد الحين جلسة
بعدها راح أدرس شوي وأقعد كمان جلسة. الجلسة الأخيرة مع كل أزرق السماء، طبعا أختي سبقتني وخلصت، بس حكيت لها ما تحرق علي الأحداث. متحمسة أخلص الرواية، وكانت القراءة كتير حلوة مع أختي، لدرجة إنه متحمسين إنه نقرأ مع بعض هيك كتاب كل شهر، نختار كتاب ونقرأه. عن جد تجربة القراءة المشتركة مختلفة يعني عن القراءة إنه الواحد يقرأ لحاله، فيها هيك متعتها الخاصة. ف بتمنى إنه يكون فلوج أختي شجعكم إنه تقرأوا قراءة مشتركة مع حد بتحبوه، أو هيك حد يحمسكم للقراءة. طبعا قراءة مشتركة مع شخص واحد مش مع مجموعة كاملة. فبترككم مع فلوج أختي وبكمل آخر جلسة. أنهيت قراءة كل أزرق السماء، فخلونا نتحدث عن الكتاب. هذه الجزئية راح أحاول قد ما أقدر إني ما أحرق عليكم، وحتكون هيك بشكل مختصر وسريع، لكن بالجزئية اللي بعدها راح أحكي رأيي بشكل عام، فحيكون فيها شوية حرق. المهم بتدور القصة حوالين شخص اسمه إيميل، بيتم تشخيصه بالزهايمر المبكر، لذلك بقرر إنه يطلع في رحلة في الطبيعة، نحكي في زي محاولة هرب من المرض من المستشفيات، يعني مش حاب يكمل حياته داخل المستشفيات، لذلك بقرر يروح رحلة أخيرة حول الطبيعة. فبنشر إعلان على الإنترنت إنه بيحتاج لرفيق درب، وبلبي الطلب بنت اسمها جوانا. وجوانا برضو بتكون في يعني عمالها بتحاول تهرب من الحياة، من الأشياء اللي صارت معها في ذاك الوقت. فهون بنبدأ يعني نعرف ماضي إيميل وجوانا، وبندخل في حياتهم بالطريقة اللي عاشوا فيها. كل منطقة كانوا يروح عليها كانوا يتعرفوا على أشخاص. الرواية جدا بسيطة لكن فيها كثير معاني حياتية، ولميت مجموعة اقتباسات، في ناس طبعا لموا أكتر. بس عقال جوانا في النهاية كل واحد بياخد الاقتباس اللي هو بحسه مناسب لإله، وكل شخص بيشوف اقتباس بطريقة مختلفة عن الآخر. عملت هون تنسيق صغير، خيمة، بنت قاعدة بتقرأ حسيتها ممكن تمثل لجوانا. هون واحد وحدة قاعدين في حديقة، برضه حسيتها ممكن تمثلهم وقت كانوا يتغدوا وياكلوا. يعني حاولنا نختار هيك أشياء تناسب ثيم الرواية. نيجي نحكي الحين على الجزئية اللي ممكن نعتبر فيها شوية حرق، لأنه بدي أعلق شوية على شخصياتهم. صراحة إيميل حسيت شخصيته جدا بسيطة، مش كثير عميق في الحياة. عكس جوانا حسيت شخصيتها شوي عميقة، بس برضه جوانا استفزتني من ناحية نوع الأم المتعلقة كثير في ابنها، اللي شايف ابنها محور الكون. حرفيا بكره هذا النوع من الأمهات اللي بيشوفوا إنه ابنهم هو محور الكون، إنه شو إذا زعلت ابنها يعني عملت مصيبة بحياتك حرفيا. صراحة ما حبيت هذا الإشي في شخصية جوانا، وزي ما حكيت بكره هذا النوع من الأمهات، فجوانا كانت من هذا النوع صراحة. حسيت إنه أم وأبو إيميل كانوا مظلومين في الرواية، إنه ما أخذوا حقهم بشكل كافي، يعني ما عرفنا شخصياتهم بشكل كافي، بعكس أخته شو اسمه ماجوري هيك اسمها أكيد لفظته غلط. المهم أخته حسيت لا، كانت شخصيتها واضحة في الرواية، عكس أمه وأبوه، يعني حسيت شخصيتهم معدومة نسبيا، إنه ما كان لهم هذا الدور الكبير. نيجي الحين عن النهاية هيك بدايتها بحزن، بعدها هيك تجيكم نفحة أمل، نهاية متوقعة وغير متوقعة بنفس الوقت. المهم حبيت إنه جوانا اتصلت على أهله في النهاية وشافوه بآخر لحظة قبل وفاته، مع إنه كان حكي لها إنه مش حاب يموت بين أهله والمستشفيات، إنه حاب يموت في الطبيعة.
لكن حبيت إنه جوانا اتصلت على أمه وأبوه وأجوا وشافوه بآخر ساعات وفاته، يعني بالليلة اللي توفى فيها. فحبيت هذا الإشي. حزننا شوي إنه إيميل مات. بس برضه يعني النهاية المتوقعة والغير متوقعة إنه جوانا بالنهاية حبلت من إيميل وحتجيب لنا هيك بنوتة صغيرة. مش عارفة شو أحكي صراحة. زي ما حكيت النهاية كانت متوقعة وغير متوقعة من ناحية حمل جوانا. برضو كان عنا أمل إنه إيميل ما يموت أو يتغير إشي، بس للأسف الشديد مات. يا بعطي الرواية 3.5 من 5 صراحة. هل بنصح فيها؟ بنصح فيها. الرواية جدا بسيطة ومناسبة للجميع وبس.